يبقى أول حاجة هندرسها النهاردة في المحاضرة بتاعتنا من ضمن المقومات الطبيعية للدولة، أول نوع عندي أو أول مقوم أو أول عامل بيأثر في قوة الدولة هو حاجة اسمها الموقع. ركز معايا لأن الموضوع بقى دخلنا في التقيل شوية، رجلنا بدأت تغرز، فركز معايا. قال لي يا باشا كلمة رقم واحد كده الموقع. احنا قلنا عندي كم نوع من الموقع؟ عندي نوعين. عندي أول حاجة موقع فلكي وعندي موقع جغرافي. الموقع الفلكي ده عايز اعرفه. يعني ايه موقع فلكي؟ الراجل قال لي هو الموقع بالنسبه، احنا حافظينه كلنا من سنه رابعه ابتدائي، لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان انا عندي الكره الارضيه عامله كده، وعندي في النص هنا دائره اسمها دائره الاستواء اللي هي درجتها بصفر، اللي هي الشمس طول الوقت عموديه عليها معظم ايام السنه، في 6 شهور في السنه الشمس عموديه على خط الاستواء. وعندي فوق هنا مدار اسمه مدار السرطان، وعندي تحت هنا مدار اسمه مدار الجدي. الشمس عموديه 6 شهور على دائره الاستواء، و3 شهور عموديه على مدار السرطان، و3 شهور عموديه على مدار الجدي. افهم من كده ان انا لو قربت يا مستر من خط الاستواء درجه الحراره بتعمل ايه؟ قلنا بترتفع. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء درجه الحراره بتنخفض. عشان كده عندي هنا القطب الشمالي وعندي هنا القطب الجنوبي. القطب الشمالي والقطب الجنوبي ده متجمد. ليه متجمد؟ عشان بعيد جدا عن الشمس. وعندي هنا بالظبط كده خط طول مهم جدا اسمه خط جرينتش. خط جرينتش ده قال لي الخط ده هو اللي بيقسم الكرة الأرضية لنصف في الشرق ونصف في الغرب. الخط ده خطوط الطول بشكل عام بتفيدني في حاجة واحدة بس وعايزك تعرفها كويس، وهي بتفيدني في التوقيت. احنا بنسمع ان في بلاد معينة بتفطر في رمضان قبلنا، وكمان في دول لما بتذيع الماتشات بتاعتها بتذيعها بتوقيت واحنا في توقيت معين تاني خالص. فاذا اي دولة مش موجودة على نفس خط الطول بتاعنا فاذا هي توقيتها مختلف. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا مصر بتمتد على خط طول 25 شرقا ل 37 شرقا. اي دوله مش على 25 شرقا و37 شرقا افهم من كده انها دوله مختلفه عننا في التوقيت. يبقى خطوط الطول زي ما هي بتفيدني في تحديد الموقع فهي بتفيدني كمان في معرفه التوقيت. بس انما دوائر العرض، قال لي دوائر العرض بتعرفني ايه؟ قال لي بتعرفني ان الشمس عموديه على انه منطقه. يعني انا لو ساكن هنا فافهم على طول ان انا قريب من ايه؟ من خط الاستواء، يبقى درجه الحراره هنا مرتفعه. انما لو ساكن هنا ابقى بعيد جدا عن خط الاستواء يبقى درجه الحراره منخفضه. يبقى من خلال موقعي بعرف الموقع ده بيعدي عليه يا دائره الاستواء او مدار السرطان او مدار الجدي، فافهم على طول مناخي عامل ازاي. فاذا دوائر العرض زي ما هي بتفيدني في تحديد الموقع فهي بتفيدني في تحديد المناخ، وده عامل مهم جدا. انا ما يفرقش معايا الموقع عامل ازاي من حيث التوقيت، يعني ما يفرقش معايا خطوط الطول. ليه يا مستر؟ قال لي لان خطوط الطول هو ربنا موزع 24 ساعه عندي وعندك وعند اي حد. فلو الساعه عندي 2 والساعه عندك 5 كده انا دوله مميزه؟ لا، انا كده كده واخد ال 24 ساعه بتوعي. انما لو انا عندي دوله موجوده على خط الاستواء فمناخها حار طول العام وامطار بتسقط طوال العام، وعندي دولة تانية على مدار السرطان، فافهم من كده ان الدولة اللي على مدار السرطان ده اهي معتدلة في درجة الحرارة، انما اللي على خط الاستواء دي حارة جدا. في دول معينة مش متقدمة بفضل مناخها لان المناخ عندها متجمد معظم ايام السنة. دولة روسيا مثلا وهي دولة متقدمة بس ما بتقدرش تستغل موارد كتير جدا بفضل التجمد، ان الموارد دي متجمدة. عندها انهار كتير جدا بس تلج، جليد. ليه جليد؟ لانها بعيده جدا عن خط الاستواء ودرجه الحراره، فاذا هي متجمده فما بتقدرش تستغلها. عشان كده المناخ بيفرق في فين؟ اللي بيفرق في قوه الدوله. فانا لما اجي ادرس الموقع الفلكي هاجي اقول لك يا مستر هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. الراجل بقى قال لي ان دوائر العرض دي، دوائر العرض هي اكثر اهميه من خطوط الطول. ليه؟ قال لي لأن دوائر العرض دي بتفيدني في تحديد، في معرفة المناخ، وطالما عرفت المناخ
فبعرف الملامح العامة للدولة، بشوف الدولة دي هي مناخها حار فبتزرع محاصيل حارة، أو مناخها بارد فما بتقدرش تزرع المحاصيل الحارة، أو مناخها معتدل أي محصول خلقه ربنا ينفع يتزرع عليها زي مصر مثلا، مناخها مناخ صحراوي، فإذا هي مناخها معظم الوقت معتدل، وعندنا تنوع في المناخ، عندنا 4 فصول مناخية فأقدر أزرع محاصيل كتير جدا عندنا، وده بفضل المناخ. عشان كده قال لي أنا بعرف ملامح الدولة، الملامح العامة للدولة، هي الدولة دي حارة ولا الدولة دي معتدلة ولا الدولة دي باردة، وبناء عليه قال لي بقدر أحدد حاجة اسمها الأنشطة البشرية. يعني إيه الأنشطة البشرية؟ كلمة النشاط البشري معناه شغلانات البني آدمين اللي عندها. هل البني آدمين اللي عندها بتقدر تزرع بشكل كويس ولا لأ؟ هل بتقدر تصنع ولا لأ؟ ما هو أنا لو عندي مثلا معادن في باطن الأرض وعندي أمطار بتسقط طوال العام، فده بيعوق حركة إن أنا أقدر أخرج المعادن من باطن الأرض. الدنيا بتشتي طول السنة، فعملية التعدين هتبقى صعبة. فإذا أنا بعرف المناخ وبحدد النشاط البشري، الناس بتشتغل بأنهي حرفة، والناس بتشتغل كام ساعة في اليوم، والناس يعني روسيا مثلا ما بتقدرش تشتغل 8 ساعات متواصلين. ليه؟ بفضل البرودة، أعصابهم ما بتقدرش تستحمل كمية البرودة دي في مرة واحدة. عشان كده النشاط البشري بيتحدد بناء على عامل اسمه عامل المناخ، وعامل المناخ بعرفه من خلال حاجة اسمها دوائر العرض. ودوائر العرض دي يعني موقع فلكي، لأن الموقع الفلكي هو اللي بيدرس الحاجتين، بيدرس خطوط الطول ودوائر العرض. إذا خطوط الطول ملهاش أهمية، مصر لو بتمتد ما بين 10 ل 20، زي من 20 ل 30، يا من 30 ل 50، مش هيفرق معايا في حاجة، بس هيفرق معايا دوائر العرض. لأن كل ما قربت من خط الاستواء درجة الحرارة عندي بترتفع، وكل ما بعدت عن خط الاستواء درجة الحرارة عندي بتعتدل أو بتنخفض. لو بعدت جدا أنا كده وصلت للقطب الشمالي يبقى متجمد. يبقى أفهم من كده إن درجات الحرارة بتتحدد بناء على دوائر العرض، ودوائر العرض دي بتفيدني قلنا في تحديد المناخ اللي هو الملامح العامة للدولة، وتحديد الأنشطة البشرية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن أول نوع في أول مقوم اللي هو الموقع. احنا قلنا في نوعين من الموقع، في موقع فلكي وفي موقع جغرافي. لما اجي ادرس بقى الكلام ده على الخريطة واجي اقول لك هو يا مستر انا عندي هنا بالظبط كده، بص ركز معايا، انا عندي هنا كده، انا عندي هنا كده، ده خط الاستواء. افهم من كده ان البرازيل دي مناخها عامل ازاي؟ حار جدا. طب انا عندي دولة الكونغو دي مناخها عامل ازاي؟ حار جدا. طب اندونيسيا دي مناخها عامل ازاي؟ حار جدا. مصر دي بيعدي عليها مدار السرطان، فمدار السرطان بيتعامد علينا 3 شهور في السنة. عشان كده عندنا فصل اسمه فصل الصيف، درجة الحرارة عندنا مرتفعة صيفا بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. بس عندي 4 فصول مناخية، عندي فصل زي فصل الربيع وفصل الخريف. الفصول دي محرومة منها مثلا دولة روسيا، لأن شمال روسيا هنا متجمد. فمن خلال موقع الدولة لما أشوف مكانها كده على الخريطة بعرف درجات الحرارة بتاعتها عامل إزاي، وبعرف هي بتزرع محاصيل حارة أو بتزرع محاصيل معتدلة أو باردة. ليه؟ لأن أنا بدأت أحددها بناء على دوائر الإيه؟ دوائر العرض. يبقى لما أجي أتكلم على دوائر العرض يبقى إحنا كده اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن أول عامل من ضمن العوامل الطبيعية اللي بتأثر في قوة الدولة هو الموقع، وقلنا الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، ودوائر العرض أكثر أهمية بكتير جدا من خطوط الإيه؟ من خطوط الطول. تعال بقى نخش على اللي بعده. عندي النوع الثاني من الموقع، قلنا ان في نوع تاني اسمه الموقع الايه؟ الموقع الجغرافي يا مستر. واحنا اتفقنا قبل كده وخدناه السنين اللي فاتت ان الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء والدول المجاورة. ده الكلام ده كان زمان. الموقع الجغرافي دلوقتي يا صديقي ليه 4 تعريفات. اول تعريف هو الموقع بالنسبة لليابس والماء زي ما انت عارف. وعندي نوع تاني اسمه الموقع بالنسبة للدول المجاورة. وعندي نوع تالت اسمه الموقع المركزي والهامشي. وعندي نوع رابع اسمه الموقع الاستراتيجي. يعني لما اجي اقول لك ما المقصود بالموقع الجغرافي ما ينفعش تقول لي الموقع بالنسبه لليابس والماء وتسكت، هقول لك هتقول لي الموقع بالنسبه يا اما لليابس والماء، يا اما للدول المجاوره، يا اما للموقع المركزي والموقع الهامشي، يا اما المواقع الاستراتيجيه. هنمسك
نوع من الانواع اللي احنا بنتكلم فيها دي، ونبدا نتكلم عليه بالتفصيل. احنا قلنا كلمه الموقع بالنسبه لليابس والماء، ببدا ابص على الخريطه بتاعتي. دوله زي مصر لما اجي ابص عليها كده على الخريطه، اعرف ان مصر دي على ارض الواقع مصر بيجاورها ايه؟ قال لي بيجاورها يابس ولا ماء. احنا هنا عندنا البحر المتوسط، وعندي هنا البحر الاحمر، وعندي هنا دوله اسمها دوله السودان، وعندي هنا دوله زي دوله ليبيا. لما اجي ابص كده لموقع مصر، هو موقع بيطل على يابس ولا بيطل على ميه؟ هتقول يا مستر الاثنين، بيطل على الاثنين. يبقى كده طالما الدوله بتاعتي بتطل على بحر او بتطل على مسطح مائي مفتوح، يبقى الدوله دي دوله بتطل على ميه، يبقى بقول عليها دوله بحريه. انما الدوله بتاعتي لو من هنا يابس وهنا يابس وهنا يابس وهنا يابس، يبقى بتطل على يابس، يبقى ما بتطلش على مسطحات مائيه، يبقى الدوله دي مش بحريه، دوله داخليه، او بنقول عليها بين قوسين كده دوله حبيسه. انا اديتك اشاره عليها في الحصه او في المحاضره التاسيسيه لما جيت قلت لك ان في نوعين من الدول، في دول بحريه وفي دول حبيسه. الدول البحريه لما جيت قلت لك ان في دول جزريه، الدوله الجزريه هي الدوله اللي متكونه من جزيره او اتنين، لو مش بتطل على مسطحات مائيه مفتوحه تبقى الدوله دي اسمها دوله حبيسه. يعني ايه دوله حبيسه يا مستر؟ يعني دوله ما بتطلش على ميه، ملهاش، ما بتبصش على اي مسطح مائي مفتوح خالص. عشان كده قال لي ببدا اقسم الدول عندي يا اما دول حبيسه داخليه محبوسه يعني، يا اما دول بحريه بتبص على مسطحات مائيه. فالدوله البحريه هي الدوله اللي بتبص على مسطح مائي مفتوح. طب لو ما بتبصش على مسطح مائي مفتوح تبقى دوله يابسه او دوله حبيسه. هبدا بقى اقول، هبدا اقسم عندي اول نوع وهو الدوله البحريه. الدوله البحريه لما اجي اعرفها كده هقول له هي الدوله التي تطل على مسطحات مائيه مفتوحه. وانا اللي يهمني في الكلام ده كله كلمه مفتوحه. يعني ايه هي الدولة التي تطل على مسطحات مائية مفتوحة؟ دولة بتطل على بحر، بس لازم البحر ده يكون مفتوح. مفتوح يعني ايه؟ يعني مفتوح على محيط. تعال بقى نبص كده على الخريطة ونعرف يعني ايه دولة بحرية. عندي ده البحر المتوسط. البحر المتوسط ده هو بيفصل ما بين قارة آسيا اللي موجودة هنا دي، وقارة أوروبا اللي موجودة في الشمال، وقارة إفريقيا اللي موجودة في الجنوب، وهو في المتوسط بالظبط، متوسط العالم. لما نيجي نبص على البحر المتوسط كده هلاقيه ماشي 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 هنا ومفتوح على المحيط الأطلنطي. يبقى لازم ده اسمه كده مسطح مائي مفتوح على محيط. عندي هنا بحر اسمه بحر الصين. بحر الصين ده مفتوح على المحيط الهادي. عندي هنا بحر اسمه البحر الكاريبي. البحر الكاريبي ده مفتوح على المحيط الأطلنطي. فلازم شرط أساسي المسطح المائي بتاعي اللي الدولة بتطل عليه يكون مفتوح على محيط. طب يا مستر هو في بحر مش مفتوح على محيط؟ احنا قلنا ان في بحار مغلقة زي بحر اسمه بحر قزوين. بحر قزوين ده من هنا يابس وهنا يابس وهنا يابس وهنا يابس، ما بيطلش على اي محيط، اذا هو مقفول عليه من جميع الجهات، فبقول عليه بحر مغلق. طب يا مستر انا عندي كام بحر مغلق في العالم؟ عندي 3. عندي بحر قزوين، وعندي بحر اورال هو بحر برضه بحر مغلق مقفول عليه من جميع الجهات، وعندي البحر الميت هنا. يبقى انا عندي 3 بحار مغلقه لا بيطلوا على اي مسطح مائي مفتوح، يعني ما بيطلوش على محيط. عشان كده اي دوله بتشرف على اي بحر مغلق يبقى دوله مش بحريه. تعالى بقى تعالى كده افهم معايا واحده واحده. انا عندي مثلا هنا بحر قزوين. قال لي بحر قزوين ده بيشرف عليه مجموعه من الدول. عندي دوله زي دوله كازاخستان بتبص على بحر قزوين، معناها انها دوله بحريه؟ هتقول يا مستر لا، لان بحر قزوين ده بحر مغلق. اي بحر مغلق اذا هو دوله حبيسه. اي بحر مغلق الدوله اللي بتطل عليه دوله حبيسه. اي بحر مفتوح زي مصر كده بتطل على البحر المتوسط، واحنا اتفقنا ان البحر المتوسط بحر مفتوح. اي بحر غير ال3 بحار اللي انا قلت لك عليهم، سواء كان بحر قزوين اللي مكانه ده اهو، او بحر اورال اللي مكانه ده اهو، او البحر الميت اللي هنا، افهم على طول ان لو مش بحر قزوين
وبحر اورال والبحر الميت، اذا الدوله اللي بتطل على اي بحر تاني غيرهم اذا دوله ايه؟ دوله بحريه. انما الدوله اللي بتطل على مسطحات مائيه مغلقه مقفوله اذا دوله مش بحريه. فشرط اساسي في القاعده اللي احنا بنقول عليها ان الدوله البحريه هي الدوله التي تطل على مسطحات مائيه مفتوحه. عندي مصر احنا قلنا ده البحر المتوسط عامل كده، وجاي من هنا في مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق، ومفتوح هنا على المحيط، ده المحيط الأطلنطي وده البحر المتوسط. أي دولة بتطل على البحر المتوسط فاعرف على طول إنها دولة بحرية. فهل الدولة البحرية دي لها ميزة؟ قال لي يا مستر لها ميزة. أهمية الموقع البحري إيه؟ أهمية الدول البحرية. قال لي الدول البحرية لها 3 مميزات لا غنى عنهم في أي دولة. 1، إنها بتتمتع بثروات في البحر. أنا دولة بطل على بحر، مش زي دولة ما بتطلش على بحر. الدولة اللي عندها بحار دي يبقى عندها إمكانية إنها ممكن تستخرج أسماك من البحر، ده أول حاجة. ممكن يبقى البحر ده فيه بترول أو غاز طبيعي، فممكن أقدر أستغل الموارد اللي عندي في البحر وأقدر أطلعه. كمان اقدر استغل المعادن اللي موجودة عندي في البحر فاقدر اطلعها. يبقى رقم 1 استغلال الثروات الطبيعية، بستغل الثروات بتاعتي. طب رقم 2 قال لي عندها قدرة انها تتعامل مع اكتر عدد من الدول اللي بتطل على بحار. انا عندي مصر مثلا، مصر بتطل على البحر الاحمر والبحر المتوسط. مصر لما بتيجي بتتعامل مع مين؟ مع كل شعوب العالم عن طريق البحر، يا اما البحر الاحمر او البحر المتوسط. فرقم 2 قال لي احتكاك الدولة حضاريا بغيرها من الدول. البحر ده عايز افهمك ان اي بحر خلقه ربنا مفتوح هو وسيلة مواصلات اصلا. يعني بقدر استغله في التجارة، اقدر استغله في استخراج الثروات بتاعتي، اقدر استغله ان انا اتعامل مع الدول المجاورة عن طريق البحر. ما انا عندي مواصلة، عندي بحر احمر وعندي بحر متوسط. فالدولة دي اللي بتطل على بحار اذا هي عندها قدرة على الاحتكاك بالعالم الخارجي اكتر من دولة محبوسة ما بتطلش على اي مسطح مائي. اذا من ضمن اهميه الدول البحريه انها بتستغل الثروات الطبيعيه بتاعتها، وكمان بتحتك بالدول اللي بتطل على بحار، وكمان قال لي عندها قدره على التواصل مع اكبر عدد من الدول المجاوره. بس كده؟ قال لي لا، دون قيود، يعني من غير ما حد يتحكم فيها. ما انا عندي بحر، لو عايز اتعامل مع دولة ليبيا هتعامل عن طريق البحر المتوسط، عايز اتعامل مع اي دولة من بلاد الشام عن طريق البحر المتوسط، عايز اتعامل مع اي دولة عن طريق قارة اوروبا عن طريق البحر المتوسط. فاذا اهمية الموقع البحري انه بيديني قدرة كبيرة جدا ان انا اتواصل مع اكبر عدد من الدول المجاورة دون قيود، من غير ما حد يتحكم فيا. لان البحر ده طالما انا بشرف على بحر فاذا عندي قدره على ان انا عندي اسطول وعندي تجاره وعندي تواصل، فاذا بقدر اتواصل مع عدد كبير جدا من الدول. طب يا مستر، هل الدول البحريه دي كلها زي بعض؟ يعني افهم من كده ان دوله مثلا بتطل على بحر ودولة تانية بتطل على بحر الاتنين مهمين نفس الأهمية؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك ان كل الدول بتقدر تستغل الثروات الطبيعية، طب هل كل البحار فيها ثروات طبيعية زي بعض؟ هقول لك لا، بتتوقف أهمية الدول البحرية على 3 عوامل. قال لي 1 طول الساحل. دولة بتطل على البحر من الجزء ده للجزء ده مش زي دولة بتطل على البحر من الجزء ده للجزء ده. الجزء ده أكبر لأنه الساحل أطول، فإذا عندها قدرة على التواصل أكتر وعندها قدرة على استغلال أكبر قدر من الثروات الطبيعية. مش هتجيب دولة بتطل على البحر بجزء بسيط كده زي دولة بتطل على البحر بجزء تاني كده. الجزء ده الساحل طويل جدا فعندها قدرة على استغلال كل الموارد اللي موجودة في كل حتة عندها في البحر. انما الدولة التانية دي مواردها محكومة لانها بتطل على الساحل بشريط ضيق جدا او بمسافة قليلة. فاذا طول الساحل بيفرق في اهمية الدولة البحرية. انت لو بتبص على البحر، لو انت رايح تشتري شقة على البحر على طول هيبقى تمنها اغلى. ليه؟ لانها بتبص بشكل مباشر على اكبر مسافة كبيرة جدا من البحر.
انما لو رايح تشتري شقه بعيده جدا، بعيده شويه، كل ما تخش جوه وتبص على البحر بمسافه اضيق كل ما ثمنها يرخص. نفس الكلام الدوله اللي بتطل على البحر بساحل كبير مش زي الدوله اللي بتطل على البحر بساحل صغير جدا. اهميه دي غير اهميه دي، يبقى طول الساحل بيفرق. وهناخد في الخرائط دلوقتي ازاي الساحل الطويل بيدي اهميه كبيره جدا للدوله، وهنعرف الدول اللي عندها سواحل كبيره والدول اللي عندها سواحل صغيره. يبقى رقم واحد طول الايه؟ طول الساحل. قال لي رقم اتنين عندي حاجه اسمها الظهير الساحلي. يعني ايه يا مستر الظهير الساحلي؟ انا وانت خدنا بعض انكاجيه ورحنا على البحر، واحنا واقفين على البحر كده ورانا الاراضي اللي ورانا اللي ورا الشط اللي فيها العماير والبيوت والكلام ده كله، الاراضي اللي ورانا دي بقول عليها الظهير الساحلي اللي في ظهرنا. انما لو الاراضي اللي ورانا دي مثلا فيها جبال، زي عندي مثلا البحر الاحمر هنا ساحل اسمه ساحل البحر الاحمر، قدامه على طول جبال اسمها جبال البحر الاحمر. احنا لو واقفين على البحر الاحمر على الشط كده على طول في ظهرنا الجبال، يبقى انا اقدر استغل الساحل بتاعي ده بشكل جيد ولا لا؟ قال لي لا، لاني في ظهر على طول جبال سد اهميه الساحل. يبقى الظهير الساحلي لو جبلي او مرتفعات فما بقدرش استغل الموارد دي، اعمل قرى سياحيه واعمل اماكن واعمل افتح بقى الشواطئ بشكل كبير، لان انا في ظهر بحر فحاكمني مني للبحر على طول. يبقى الظهير الساحلي لو مناطق ساحليه منبسطه، مناطق عاديه زي اللي في البحر المتوسط كده، يبقى سهله جدا ان انا اقدر استغلها بشكل اكبر. فالاراضي اللي في ظهر البحر على طول بتفرق في اهميه البحر واهميه الموقع البحري، بقول عليها الظهير الساحلي. بس كده؟ قال لي لا. رقم ثلاثة اهميه الساحل. انا عندي دولة روسيا بتطل في الشمال على المحيط القطبي الشمالي، مش مهم بالنسبة لها لانه متجمد، فاهمية الساحل بيفرق. عندي مثلا مناطق فيها ثروات طبيعية اكبر بكتير جدا من بحار تانية، عندي مثلا زي منطقة الخليج العربي، المنطقة دي فيها بترول وغاز طبيعي، البحر الأحمر فيه بترول وغاز طبيعي، ما ينفعش أقارنه مثلا بالبحر الكاريبي اللي احنا لسه قايلينه. هبص ألاقي إن أهمية الدول اللي بتطل على الخليج العربي أهم بكتير جدا من الدول اللي بتطل على البحر الكاريبي. ليه يا مستر؟ لأن حجم الثروات اللي هنا أكبر بكتير جدا من حجم الثروات اللي هنا. فالدولة اللي بتشرف على الخليج العربي قصدي لها أهمية كبيرة، لأنها بتقدر تستخرج البترول والغاز الطبيعي والفحم ومصادر الطاقة والمعادن والحاجات اللي عندها. فالساحل مش كل الدول اللي بتطل على بحار زي بعض، ومش كل البحار عندها نفس الثروات. فإذا بتفرق في إيه؟ قال لي بتفرق في طول الساحل، في الظهير الساحلي وأهمية الساحل. تعال ناخده الكلام ده بالتفصيل على الخريطة. قال لي بقى لما نيجي نبص كده هلاقي ان في دول كتير جدا زي ما قلنا بتطل على بحار. طب البحار دي بتختلف اهميتها؟ قال لي اه طبعا يا مستر. البحار دي اي دوله بتطل على محيط فاذا هي اهم من اي دوله بتطل على بحر. يعني افهم من كده مثلا ان انا عندي دوله زي دوله المغرب بتطل على المحيط الاطلنطي، وعندي دوله تانية زي دوله السودان بتطل على البحر الاحمر. انهي اللي مهمه؟ هتقول لي يا مستر بالظبط دولة المغرب، لأن أي محيط بيبقى حجم الثروات اللي موجودة وحجم الأسماك اللي موجودة فيه مهم جدا. طب لما نيجي نقارن كده، هل طول الساحل ده زي طول الساحل ده؟ لا، ده المغرب أطول في الساحل، يبقى إذا أهم. طب كمان قال لي أنا عندي دولة زي دولة الكونغو، دي دولة الكونغو بص بتطل على الساحل من أنهي جهة؟ الجهة ده. شايف طول الساحل عامل إزاي؟ ده أهم ولا دولة أنجولا؟ لا، دولة أنجولا. ليه؟ لأن أنجولا دي بتطل على الساحل بشكل أوسع، فطول الساحل عندها أكبر، فأهمية الموقع البحري بيختلف من خلال واحد طول الساحل، اتنين الموقع اللي هو أهمية الساحل، تلاتة الظهير الإيه؟ الظهير الساحلي. طب أنا عندي الدول البحرية برضو كلها مستر مش زي بعض، في دول بتطل على البحر بناحية واحدة بس، ودول بتطل على البحر بناحيتين، وفي دول بتطل على البحر من كل النواحي. مثلا عندي دولة زي دولة سوريا بتطل على البحر بناحية واحدة، دولة زي دولة السودان بتطل على البحر بناحية واحدة، دولة زي دولة موريتانيا بتطل على البحر بناحية واحدة. إنما عندي دولة زي دولة مصر بتطل على البحر بناحيتين.
عندي السعودية بتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، فبتطل على البحر بناحيتين. عندي دولة تانية بتطل على البحر من جميع النواحي، بقول عليها دولة جزرية. قال لي زي دولة اليابان مثلا، عندي هنا بحر هنا بحر هنا بحر، جميع الجهات بتطل على ميه. عندي زي دولة اندونيسيا، جميع الجهات بتطل على ميه. عندي زي دولة بريطانيا او المملكة المتحدة، جميع الجهات بتطل على ميه. فاذا الدول الجزرية هي الدول اللي بتتكون من جزيرة او اكتر، او قد تكون جزء من جزيرة بس بيحيط بها المياه من جميع الجهات. فاذا بتختلف الدول من حيث اشرافها، انها بتبص على كام جهة من البحر. في دول بتبص على البحر من جهة واحدة بس زي سوريا قلنا، وزي السودان وزي موريتانيا وزي دول كتير. وفي دول بتطل على البحر من ناحيتين زي دولة فرنسا، زي دولة السعودية، زي دولة مصر. وفي دول بتطل على البحر من جميع الايه؟ من جميع الجهات. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول عامل من ضمن العوامل اللي بتأثر في قوة الدولة، وهو الموقع البحري. طيب لو دولة يا مستر ما بتطلش على بحر، بقول عليها ايه؟ قال لي بقول عليها الدولة الداخلية، أو بين قوسين كده مليني الدولة الحبيسة. يعني إيه حبيسة؟ قال لي هي الدولة التي لا تطل على مسطحات مائية، كمل أنت بقى، مفتوحة. دولة ما بتطلش على أي مسطح مائي مفتوح. دولة عندها نهر ممكن، بس النهر مش مسطح مائي مفتوح، أنا بتكلم على البحار. ممكن دولة عندها نهر مثلا نهر دولي بيعدي على كذا دولة مهمة، فبتستغل النهر في التجارة. بس هي لو دولة ما عندهاش بحار أو محيطات، بحار مفتوحة أو محيطات، تبقى بقول عليها دولة إيه؟ دولة حبيسة. طب يا مستر في دول حبيسة في العالم؟ قال لي إيه؟ طيب كتير جدا. عندي دولة زي دولة تشاد، بص كده على حدودها، في الشمال ليبيا، في الشرق السودان، افريقيا الوسطى عندي دول هنا كلها في الغرب. يبقى اذا ما بتطلش على اي مسطح مائي، فافهم من كده انها دوله ايه؟ دوله حبيسه. دوله منغوليا، الشمال يابس، الجنوب يابس، الشرق يابس، الغرب يابس، تبقى دوله ايه؟ دوله حبيسه. تعالى كده عندي هنا دوله كازاخستان، الشمال يابس، الجنوب يابس، الشرق يابس، الغرب بحر قزوين، دولة حبيسة. لأن احنا قلنا إن بحر قزوين مش بحر مفتوح، بحر داخلي. فإذا أي دولة بتطل على مسطحات مائية غير مفتوحة يبقى بقول عليها دولة حبيسة برضه، اللي زي بحر قزوين، وقلنا زي بحر أورال والبحر الميت. طيب مين أكتر قارة يا مستر فيها دول حبيسة؟ هقول لك قارة افريقيا هي اكتر قارات العالم اللي بتضم دول حبيسة، دول ما بتطلش على مسطحات مائية مفتوحة. بيليها على طول قارة اوروبا، هي تاني اكتر قارة في العالم بتضم دول حبيسة. بعدها على طول قارة اسيا، بعديها على طول قارة امريكا الجنوبية. يبقى انا عندي رقم واحد افريقيا، اتنين امريكا قارة اوروبا، تلاتة قارة اسيا، اربعة امريكا الجنوبية. عندي قارتين ما بتضمش دول حبيسه زي قاره استراليا وقاره امريكا الشماليه. يبقى احنا كده اتكلمنا على طول على الموقع الايه؟ الموقع ايه بالنسبه لليابس والماء، سواء كان موقع بحري او موقع حبيس. طب مين الدول اللي لا تطل على مسطحات مائيه مفتوحه؟ انا ذكرت لك منهم كتير. هو في الكتاب مديني مثال زي دوله اثيوبيا، وزي دوله كازاخستان، وزي دوله منغوليا، وفي دول كتير جدا دول حبيسه. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على اول نوع من الموقع الجغرافي اللي هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. طب النوع الثاني لما نيجي نفتكر كده، قال لي هو الموقع بالنسبه للدول المجاوره. وهنا بقى نبدا الموضوع يتسهل علينا جدا. قال لي يا باشا في دول لها حدود مع دول كتير جدا، لها جيران كتير جدا، وفي دول لها جار او اتنين او تلاته بالكتير. في دول كثيره في عدد الجيران، دول المجاوره اللي لها حدود معاها كتير جدا، وفي دول عددها قليل. طيب زي مين؟ قال لي الدول اللي عددها قليل في الجيران زي دوله الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه بيحيط بها دولتين بس، دوله في الشمال اسمها كندا، ودوله في الجنوب اسمها المكسيك. وعندي دول تانية زي دوله المغرب، المغرب بتحيط بها دولتين بس، دولة في الجنوب الشرقي زي دولة الجزائر، وعندي دولة تانية زي دولة موريتانيا. فإذا في دول كتير جدا بيحيط بها دولة أو اتنين، مصر بيحيط بها 3 دول. فإذا في دول بيحيط بها عدد قليل جدا من الدول.
وفي دول تانية بيحيط بها عدد كتير جدا من الدول زي دولة الصين. الصين يا باشا لما جت الاتحاد السوفيتي اتفكك ل 15 دولة، لقينا ان عدد الدول اللي بيحيطوا بالصين ولها حدود معاها كتروا جدا، بقى عددهم زاد. قال لي الصين بيجاورها ال 15 دولة. طب ال 15 دولة اللي بيجاوروا الصين دول، قال لي كل ما كان عدد جيرانك كتير بيسببوا لك ازعاج الا في حاجة واحدة بس، لو انت تعاونت معاهم. الصين ذكية، بدأت تعمل ايه؟ بدأت تعمل علاقات اقتصادية وثقافية وعلاقات سياسية مع ال 15 دولة اللي بيحيطوا بيها، فشكلت حدودها شكلت مع ال 15 دولة مصدر قوة لدولة الصين. فاصبحت الصين دلوقتي عمرك ما هتعرف تحتلها. ليه؟ لان في 15 دوله لازم هتعدي عليهم عشان تخش لها ومش هيسمحوا لك، لان دوله الصين عامله علاقات معاهم. فاذا الصين استغلت عدد الدول المجاوره الكتير بالنسبه لها وعملت معاهم كلهم علاقات، فاصبحت قويه. زي كمان دول غرب اوروبا، روح اي دوله في غرب اوروبا، فرنسا، انجلترا، بلجيكا، هتلاقي عدد الدول المجاوره ليها كتير جدا. فاذا كل لما تيجي تروح اي دوله، هو برضو غرب اوروبا دول استغلوا كثره عدد الجيران وعملوا مع بعض حاجه اسمها الاتحاد الاوروبي، واتحدوا مع بعض وخلوا اقتصادهم يبقى من اقوى الاقتصادات اللي موجوده في العالم، واصبح كل الدول اللي موجوده في غرب اوروبا دول متقدمه. بفضل ايه؟ بفضل كثره عدد الدول المجاوره. بس في على العكس بقى، في دول تانية عندها عدد دول مجاوره كتير بس ما بتعرفش تستغلها، داخله معاهم كلهم في مشاكل. زي دوله السودان. السودان بيجاورها 7 دول، السبع دول كلهم في مشاكل مع دولة السودان. قال لي من كتر المشاكل والحروب الأهلية اللي موجودة في السودان، السودان بقى عندها مشاكل قوية جدا، فتقسمت لشمال السودان وجنوب السودان، والدولة انهارت وبقت دولة مش متقدمة ودولة ضعيفة جدا. فإذا الصين استغلت كثرة عدد الدول المجاورة، السودان ما قدرتش انها تستغل عدد الدول المجاورة اللي عندها، ودخلت معاهم كلهم في مشاكل على الحدود، واصبح عندها مشكلة كبيرة جدا وترتب عليها تقسيم السودان لشمال وجنوب السودان. يبقى اذا الدول اللي بتطل على عدد كبير من الدول ممكن يكون لها ميزة وممكن يكون لها عيب، والدول اللي عندها عدد قليل من الدول ممكن يكون لها ميزة وممكن يكون لها عيب. بس عايز اقول لك على حاجة، الراجل قال لي ان اي دوله بيجاورها عدد قليل من الدول ده ما بيسبب لهاش مشكله عادي. يعني ايه؟ يعني طول ما كان عندك جار او اتنين فانت هتتغاضاه، ما عندكش مشكله معاه. انما كل ما كان عندك عدد جيران اكبر، فده ممكن لو ما قدرتش تتعاون معاهم وتخليهم هم مصدر قوه ليك، ممكن يسببوا لك مشكله. عشان كده بيقول لي السودان ما قدرتش تتعاون مع ال7 دول، فسببت لها مشكله كبيره جدا عندها في الدوله. يبقى انا اتكلمنا على تاني عامل اللي هو الموقع بالنسبه للدول المجاوره. عندي تالت عامل او تالت نوع من انواع الموقع اللي هو الموقع بالنسبه للدول المركزيه والدول الهامشيه. مستر يعني ايه دوله مركزيه؟ قال لي الدوله المركزيه هي الدوله التي، تعالى كده اكتب ورايا، الدوله التي تتوسط قارات العالم. يعني الدولة اللي موجودة في المركز في النص، موقعها مهم جدا، كل الدول بتعدي من عليها. زي مين؟ قال لي زي مصر. مصر في متوسط قارات العالم القديم، اللي بيجي من آسيا بيروح لأفريقيا بيعدي على مصر. مصر محتكرة التجارة اللي موجودة في كل دول العالم. مصر أهم موقع لأنها بتربط ما بين 3 قارات مع بعض، فإذا دي دولة مهمة جدا، فموقعها مركزي في المنتصف. إنما لو العكس، دولة متطرفة على الأطراف زي دولة اليابان، احنا لسه شايفين إن اليابان دي فين؟ اليابان دي موجودة بعيد جدا عن العالم. هل دي موقع مركزي؟ لا، ده في آخر العالم، ده العالم كله هنا وهي لوحدها هنا، فإذا ده موقع هامشي. عندي دولة هنا اسمها دولة نيوزيلندا، هل ده موقع مركزي؟ لا، ده موقع هامشي. طب الناس هتحب تتعامل مع دولة زي دولة نيوزيلندا في أقصى جنوب شرق العالم، ولا دولة زي دولة مصر في النص؟ أكيد يا مستر مصر. ليه؟ لأن مصر موقعها مركزي، مصر عندها قناة السويس وعندها بحرين وعندها موقع مهم جدا كل دول العالم بتقدر تستغله. فإذا الموقع المركزي ده خلى مصر تخش في مشاكل كبيرة جدا قدام. زي مين؟ قال لي مثلا مصر جالها الحملة الفرنسية بسبب موقعها، جالها حملة انجلترا بسبب موقعها، جاء كل الدول اللي جت تحتل مصر بسبب موقعها، لان موقعها مهم جدا ومركزي، وكل دول العالم نفسها انها تبقى مكان مصر.
عشان كده الموقع المركزي ده ممكن يسبب مشاكل للدوله بفضل انها دوله ايه؟ دوله متقدمه. الدوله اللي بتتوسط قارات العالم اذا دوله ايه؟ مركزيه. عايز الخلاصه؟ هديك الخلاصه. اي دوله بتطل على البحر المتوسط اذا هي دوله مركزيه، دوله موقعها مركزي. هقول لك ليبيا، هتقول لي موقع مركزي. طب تونس موقع مركزي. طب المغرب موقع مركزي. ليه؟ لان الموقع المركزي اللي موجود في المنتصف. فاذا البحر المتوسط هو بيتوسط قارات العالم الثلاثه، فاي دوله بتشرف على البحر المتوسط اذا دوله مركزيه. طب الدوله الهامشيه، قلنا الدوله الهامشيه هي الدوله التي توجد على اطراف العالم، موجوده بعيده جدا على العالم، فما حدش بيحب يتعامل معاها قد كده. عشان كده احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان بفضل موقع اليابان حولت العاصمه بتاعتها من كيوتو الداخليه وديتها طوكيو. ليه؟ عشان تبقى تقرب من العالم، تقرب من طرق التجاره، عايزه تتواصل مع العالم اكتر. هي مش فارق معاها الحمايه والدفاع قد ما فارق معاها انها عايزه تتعاون مع العالم، لان هي بعيده جدا عن العالم وعارفه ان ما حدش هيقدر يحتلها، او هي بعيده جدا وعندها تكنولوجيا، فاذا عايزه تتواصل حضاريا مع العالم لانها بعيده جدا وموقعها ما يسمح لهاش انها تبقى موقع مركزي، هي بعيده. فاذا احنا كده اتكلمنا على، احنا يا مستر بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الموقع الجغرافي. خدنا لحد دلوقتي 3 تعريفات للموقع الجغرافي: الموقع بالنسبه لليابس والماء، الموقع بالنسبه للدول المجاوره، الموقع بالنسبه للدول المركزيه والهامشيه. اخر نوع من انواع الموقع الجغرافي عندي رقم 4، الموقع الاستراتيجي. يعني ايه موقع استراتيجي؟ قلت لك موقع استراتيجي معناها ان الموقع ده مهم جدا. كلمة استراتيجي يعني مهم. يبقى الموقع الاستراتيجي هو الموقع المهم. مهم في ايه يا مستر؟ قال لي مهم هو الموقع المهم الذي يستخدم في طرق الملاحة والتجارة. مش فاهم معناها بالبلدي؟ اي دولة بتطل على مضيق، اي دولة بتطل على قناة مائية، فاذا هي موقعها استراتيجي. اي دولة بتطل على مضيق، اي دولة بتطل على قناة مائية، اذا موقعها استراتيجي. اسألك انا مصر موقعها ايه؟ تقول لي استراتيجي. ليه؟ هي بتطل على مضيق؟ لا، بس بتطل على قناة السويس، وقناة السويس دي قناة تجارية، السفن بتعدي فيها عشان تروح للشرق والغرب، فهي بتربط حلقة تواصل ما بين العالم. طب في قنوات مائية كتير، يعني في زي قناة السويس دي كتير في العالم؟ قال لي لا، هي في قناة 2 3، مش كتير جدا. إذا قناة السويس دي لها أهمية استراتيجية لأن احنا اللي بنتحكم فيها. احنا جينا في حرب 67 قفلنا قناة السويس، وقلنا يا جماعة لو ما حلتوش مشكلتنا مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء ما حدش معدي من هنا. فإذا احنا استغلينا القناة المائية اللي العالم كله محتاجها وبيتاجر من خلالها، ان هو ايه؟ ان هو يسعى طول الوقت لحل المشكلة بتاعتنا عشان يجي يتاجر في قناة السويس. فإذا قناة السويس دي بالنسبة لنا موقع مهم، موقع استراتيجي. طب الدول اللي بتطل على مضايق، يعني ايه مضيق؟ مضيق يعني البحر بيبقى ماشي زي ما احنا ما قلنا كده، ده البحر المتوسط. المنطقة دي بقول عليها مضيق. ليه مضيق؟ لأن البحر اتساعه من هنا مش زي اتساع البحر من هنا. الدول اللي بتشرف على المضيق هي اللي بتتحكم في طرق التجارة اللي بتخش للبحر وبتطلع من البحر. فإذا أي دولة بتطل على مضيق فإذا هي دولة إيه؟ إذا هي دولة إيه؟ رد عليا. إذا هي دولة ذات موقع استراتيجي. يبقى الدولة ذات الموقع الاستراتيجي هي الدولة المهمة جدا اللي بتشرف يا إما على قناة مائية أو مضيق. كلام جميل. طب انا عندي كم مضيق في العالم يا مستر؟ لا، ده انت لو كتبت وراه مش هتعد. بس انا عندي مضايق مهمه جدا لازم ما ينفعش اخرج من الحصه النهارده الا لما اعرفها. وكل فتره كده هتلاقيني مزود لك مضيق 2 3. انا عندي شويه مضايق لازم اساسيه اعرفها في المنهج. ما ينفعش نعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق باب المندب. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق جبل طارق. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق موزمبيق. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق هرمز. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق دوفر. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق بيرنج. تعال نعرفهم على الخريطه. انا عندي هنا
طبعا احنا مش محتاج اقول لك ان الكره الارضيه دي خريطه بتاعت الكره الارضيه، دي عباره عن كوره. فالمحيط الهادي ده هو نفسه المحيط الهادي ده، يعني المنطقه دي هي اخر حاجه في المنطقه دي. فانا عندي هنا نو في مضيق بيفصل ما بين قاره امريكا الشماليه وقاره اسيا، اسمه مضيق بيرنج، بيفصل ما بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه. وعندي مضيقنا اهو اسمه مضيق باب المندب، بيفصل ما بين اليمن واثيوبيا او اليمن وجيبوتي. انا عندي جيبوتي والصومال بيطل على مضيق اسمه مضيق باب المندب، وبيربط ما بين البحر الاحمر وخليج عدن. عندي هنا مضيق اسمه مضيق جبل طارق، بيفصل ما بين البحر المتوسط، بيربطه بالمحيط الاطلنطي، والدولتين اللي بتشرف عليه دوله المغرب ودوله اسبانيا. وعندي مضيقنا اهو نو اسمه مضيق دوفر، بيفصل ما بين دولة فرنسا اللي بتشرف عليه ودولة بريطانيا. يبقى انا عندي فرنسا وبريطانيا بيلتقوا مع بعض عند مضيق او مضيق مائي، ممر مائي مهم اسمه مضيق دوفر. وعندي هنا مضيق اسمه مضيق بيرنج، بيفصل ما بين مين؟ ما بين جزيرة مدغشقر وما بين دولة اسمها دولة موزمبيق. يبقى انا عندي كده مجموعة من المضايق المهمة جدا اللي موجودة عندي في العالم، اللي بتتحكم في طرق التجارة الدولية، فإذا لا غنى عنها، مهمة جدا. إذا أي دولة بتشرف على أي مضيق قدام منك، إذا هي دولة ذات موقع استراتيجي. يبقى احنا كده خدنا أول نوع يا مستر في المقاومات الطبيعية اللي بتؤدي إلى قوة الدولة. خدنا أول نوع اللي هو الموقع، وقلنا يا مستر إن في نوعين من الموقع، في موقع فلكي وفي موقع جغرافي. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، واحنا قلنا إن دوائر العرض دي أكثر أهمية من خطوط الطول بشكل كبير جدا، لانها بتعرفني المناخ والانشطه البشريه. وخدنا الموقع الجغرافي وقلنا ان في 4 انواع من الموقع الجغرافي. الموقع بالنسبه لليابس والماء، في دول بحريه ودول حبيسه. والموقع بالنسبه للدول المجاوره، في دول بيكثر فيها عدد الجيران وفي دول عددها قليل جدا. وقلنا الدول بالنسبه للموقع المركزي والموقع الهامشي، دول موقعها في المنتصف ودول متطرفه على اطراف العالم. وخدنا كمان ان في الموقع الاستراتيجي، هو الموقع بالنسبه للي بيطل على المضايق او اللي بيطل على القنوات المائيه المهمه جدا زي قناه السويس او قناه بنما، او في قنوات مائيه مهمه جدا موجوده في العالم. الدوله اللي بتشرف على القناه التجاريه اللي بتتحكم فيها في دول كتير جدا، دي بقول عليها موقع استراتيجي. احنا كده خلصنا من اول نوع من انواع المقاومات الطبيعيه. نخش على